مرحبا. بغصة ودع اللبنانيين اليوم قداسة البابا بعد 3 أيام استثنائية عاشوها معه. هذه الغصة ليس فقط غصة على فراقه، وإنما أيضا غصة على ما قد يكون مقبل عليهم في الأيام القليلة المقبلة، باعتبار يعني انطلاقا من يوم غد رح يكون في حراك دولي في لبنان. مورغان أورتيغيس المبعوثة الأمريكية التي تتواجد راهنا في إسرائيل ستنتقل إلى بيروت للمشاركة بلجنة الميكانيزم، وقد تلتقي مسؤولين لبنانيين إما وحدة أو ضمن وفد عدد من السفراء بمجلس الأمن الذين يعني يزورون الجنوب اللبناني، وقد يلتقون مسؤولين لبنانيين بنهاية هذا الأسبوع. وبالتالي أيضا يصل وزير الخارجية القطري خلال ساعات، وبالتالي هناك مشهد معقد جدا، لقاءات مكثفة قد توحي بأنه يتم لعب الورقة الأخيرة لتفادي أنه لبنان يشرب هذه الكأس المرة، كأس التصعيد الإسرائيلي اللي يبدو محسوم. أورتيغيس أبلغت اليوم من قبل الإسرائيليين بأنه هناك قرار واضح بنزع سلاح حزب الله، لا يريد الإسرائيليون الحديث لا بمفاوضات ولا بغيره قبل إنجاز هذه المهمة. وبالتالي إذا لم تنجز هذه المهمة من قبل السلطات اللبنانية قبل نهاية العام، فإنه إسرائيل ستقول أن هي رح تنجز هذه المهمة بالقوة. إذا في ظل هذا المشهد المعقد يبدو واضحا أنه حزب الله من جهته يستعد لكل السيناريوهات، ومن ضمن هذه السيناريوهات احتمال الحرب أنه تكون صارت جولة جديدة من الحرب عليه. يعول على ما يبدو الحزب أنه يكون في تضامن للفصائل العراقية والحوثيين معه، ليش لا لطهران، علما أنه طهران بحسب كل المعطيات مستميتة لإطلاق عجلة المفاوضات مجددا مع واشنطن. وهي طبعا كما بات معلوم هناك وساطة سعودية لتقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لتفادي يعني انفجار المنطقة من جديد.